صلوا عليه شافع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة. صلوا على اللي هيشفع فينا لما بنصلي على نبينا، بيصلي بيها الله علينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي يا رب دايما تكونوا بخير وبأفضل حال، وحلقة جديدة معاكم النهاردة ان شاء الله. هنعمل كفتة سمك جميلة جدا، خاصة ان لو ولادك ما بيحبوش اكل السمك ممكن تدخلهم الاسماك في حاجات زي كده مش هيلاحظوا وجوده خالص. اتمنى طبعا الحلقة بتاعتنا النهاردة تعجبكم، وبرحب بيكم وبرحب بكل مشترك او مشتركة جت نورتني. ويلا بينا على بركة الله نشوف المكونات وطريقة التحضير، وبتمنى لكم يا رب دايما مشاهدة ممتعة. اول حاجة يا جماعة معايا 6 حبات من البطاطس، يعني اكتر من نص كيلو. اول حاجة بقى هبدأ ان انا اقشرها كويس كده. ان شاء الله الخطوات والمكونات واحدة واحدة كده هنشتغلها مع بعض، والمكونات باذن الله هسيبها لكم في صندوق الوصف كالعادة. وبالنسبة لحبيبتي اللي سألت عن صندوق الوصف تلاقيه فين، في سهم مقلوب تحت الفيديو هتضغطي عليه يظهر لك صندوق الوصف. وادي يا جماعه البطاطس بعد ما قشرتها غسلتها غسله كويسه وقطعتها بالطريقه دي. قطعيها بالطريقه اللي تريحك، او لو عندك بطاطس صغيره ممكن تستخدميها. هنزل عليها بقى بمعلقه كبيره من الملح، وكمان ميه مغليه، وهغطي على البطاطس واحطها على النار لحد لما تتسلق كويس. تاني حاجه يا جماعه معايا في المكونات، معايا كده سمكتين ماكريل. السمكتين دول عاملين كيلو الا ربع، يعني اقل من كيلو الا ربع، حاجات بسيطه ما شاء الله. زي ما انتم شايفين كده السمكه كبيره. طبعا غسلاهم غسله كويسه ومنضفاهم وغسلهم كمان بالملح والليمون والخل. السمكتين دول ممكن تستبدليهم بسمك فيليه لو مش حابه تستخدمي الماكريل. دلوقتي بقى هنبدا ان احنا نسلقهم، بس هنضيف لهم شويه حاجات كده تنكه لي الميه بتاعتهم، وكمان هنسلقهم في شويه ميه صغيرين. في الصينيه هنا حطيت بصل زي ما انتم شايفين، البصل مقطعاه كده تقطيع عشوائي بس صغير شويه. وهحط السمكتين، وهنزل عليهم برشه ملح ورشه من الفلفل الاسود ورشه من الكمون، وكمان هقطع عليهم كده عودين من البقدونس. دي بقى تنفع دايت لو هنحطها في الفرن لحبايبنا اللي عايزين اكلات للدايت، لان زي ما انتم شايفين هنستخدم بطاطس مسلوقه وكمان هنسلق السمك. هقلب السمك كده مع المكونات دي شويه كده، وكمان هنضيف عليه كوبايه ميه سخنه، كوبايه بس مش اكتر. وهو كمان هحطه على النار يتسلق. في حين بقى السمك بتاعنا ما يستوي وكمان البطاطس تستوي، هنكون جهزنا باقي المكونات اللي هنضيفها على الكفته بتاعتنا. ومعايا هنا يا جماعه الخضره بتاعتنا مشكله، كزبره وشبت وكمان بقدونس. هبدا اقطعهم، يعني ربطه كزبره وربطه شبت وربطه بقدونس. هبدا بقى اقطعهم. وهنركنها على جنب. وكمان يا جماعه معايا بصلتين كده بالحجم ده، يعني بصلتين وسط. هبدا ان انا كمان ابشرهم
ادي يا جماعه البصلتين بعد ما بشرتهم. معايا كمان 7 فصوص من الثوم، هما كمان هبشرهم بس على بقى المكان الضيق من المبشره. ادي الثوم والبصل بعد ما خلصناهم. دلوقتي بقى هركنهم. السمك بتاعنا استوى، هبدا ان انا انضف السمك. ادي السمك الاول كده، هبدا بقى ان انا اشيل القشر من عليه. السمك الفيليه هيريحك، يعني مش هيكون بقى محتاج ان انت تنضفيه ولا تشيلي قشر من عليه، بس بصراحه احنا عندنا مش متوفر السمك الفيليه. هشيل القشر. ودلوقتي بقى هاخد قطع السمك. السمك يستوى قبل البطاطس، لان السمك من الحاجات اصلا اللي ما بتاخدش سوا كتير. البطاطس لسه على البوتاجاز. هنضف بقى السمك كله بالطريقه دي، مش هسيب بقى فيه شوك خالص ولا جلد. وادي يا جماعه البطاطس كمان استوت طبعا وهي سخنه كده. ههرسها. انا صفيت من عليها الميه. هتهرسيها وهي سخنه، هتتهرس معاكي بسهوله. وهنزل عليها السمك. وهبدأ بقى ان انا اهرسهم مع بعض. وهنزل عليهم بقى الخضره المشكله بتاعتنا، بس هسيب شويه صغيرين كده ابقى ازين بيهم الكفته بعد ما اخلصها. وادي الثوم، وادي البصل، وادي كمان بيضتين، وادي معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه صغيره كمون، معلقه صغيره كزبره مطحونه، رشه بسيطه كبابه صيني مطحونه، رشه بسيطه خالص من الشطه. وهاخد 3 معالق كبار من البقسماط المطحون، اللي هو الخبز، بواقي الخبز احنا بندقها كده وبنطحنها في الكبه، بننعمها كده. ادي 3 معالق. وهبدا بقى اقلب المكونات دي مع بعض، بس هضيف شويه ملح صغيرين. طبعا منساش ان انا كنت مملحه السمك في السلق، وكمان كنت مملحه البطاطس. وهقلب بقى ده كله مع بعضه. هقلب بقى المكونات بايديا كده. انسى اصلا ان انت حاطه سمك، يعني انت نفسك اصلا لو اكلتيها من ايد حد مش هتلاحظي وجود السمك. هشوف بقى العجينه بتاعتنا، هعرف ان انا اشكلها صوابع. لو لقيتها يعني لسه عايزه تمسك شويه، ممكن اضيف كمان معلقه بقسماط. انا شايفه ان هي ما شاء الله كويسه، يعني كويسه، يعني عارفه ان انا اشكلها. وهنا يا جماعه في الصينيه هنزل كده بحاجه بسيطه من الزيت. وهبدا بقى اصبع الكفته بالطريقه اللي انت عايزاها او الحجم اللي انت عايزاه. وانا بقى بصبعها هاخد بس دهنه بسيطه كده على ايديا من الزيت، علشان بس ما تلزقش في ايدي اهي. طبعا دلوقتي ولعت الفرن. هعملها بقى كلها بالحجم ده. لو حابه تقلي الكفته هتتعاملي معاها بقى زي البانيه، يعني هتصبعيها وتحطيها في البيض، تخفقي مثلا بيضتين او بيضه بشويه فلفل اسود،
وشويه ملح وتخفقهم كويس. وهتحطي بقى صابع الكفته في البيض، ومن البيض على البقسماط، وبعدين تقليها لو حابه تقليها. لكن لو حابه تعمليها زينا كده في الفرن مش محتاجه ان انت تعملي بيض ولا بقسماط ولا حاجه، زي ما هي كده وعلى الفرن على طول. يا جماعه الكفته بعد ما صبعتها كده بالطريقه دي ما شاء الله معايا كميه كمان تعمل لي صينيه زي دي بقى جاهزه ان انا ادخلها الفرن. طبعا مولعه الفرن على درجه حراره عاليه، بس هاخد رشه بسيطه خالص من الزيت كده، يعني قولي معلقه زيت في الصينيه ومعلقه فوق الكفته كده. دلوقتي بقى جاهزه ان احنا ندخلها الفرن. هنخليها بس تحمر لان فيها الحاجات مستويه، السمك مستوي والبطاطس مستويه. مجرد بس ما تاخد لي لون ذهبي كده هخرجها على طول. زي ما قلت لكم كمان الكميه اللي عملتها هتعمل لي صينيه كمان زي دي. وادي يا جماعه الكفته بتاعتنا بعد ما خرجناها من الفرن. ما شاء الله ريحتها جميله جدا وطعمها جميل. اولادك اصلا مش هيلاحظوا ان الكفته دي جواها سمك خالص. وطبعا كلنا عارفين ان السمك غني كده بالفيتامينات ويعني عامل اساسي لتغذية الجسم وبناء الجسم. فمهم جدا ان احنا ناكل اطفالنا سمك، حتى يعني على الاقل وجبة في الاسبوع او وجبتين في الاسبوع. وطبعا لو حبيتي تقلقها لهم وتكون مثلا مقرمشة ومحمرة هتصبعيها، وبعد ما تصبعيها هتنزلي بيها في البيض، ومن البيض على البقسماط، وبعد كده تحمريها في الزيت. اعملي الطريقه اللي تريحك في الفرن او في الزيت. اهم حاجه انت تدخلي بس السمك لاولادك، شكلي بقى زي ما انت عايزه. اتمنى ان حلقتنا النهارده تكون عجبتكم، وطبعا ما تنسونيش باللايك لو عجبتكم الحلقه علشان تدعموني وتدعموا القناه وتكبر بوجودكم باذن الله. وكمان لايك وشير والسبسكرايب لو بتشوفوا القناه بتاعتنا لاول مره. واترككم في رعايه الله وامنه، مع لقاء تاني في حلقه تانية ان شاء الله، والسلام عليكم.